سلام الله عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تلقاكم قصتي بأتم الصحة والعافية يا رب. اليوم قصتنا غنعاودوا على واحد القصة، وقصتنا قصة كوثر. انا كوثر بنت عائلة محافظة. الوالد ديالي كان عنده رزقه، كان عنده خيره، وكان عنده رزق زوين يقدر يعيشنا حسن من ديك العيشه اللي كان معيشنا، ولكن كان قاصح معانا. كنت انا وثلاثه خوتي، جوج ولاد وبنت، انا هي الرابعه. انا هي الكبيره في خوتي، وانا اللي شفت العذاب اللي دوزات ماما وشفت القهره اللي دوزات ماما. كان داير لينا بابا الدار، بابا كان كيتحارب غير باش يصايب لينا الدار ويصلحها كان عنده رزقه، كان خدام موظف مع الدولة، وكان قاصح، كان بخيل، كان موظف وكان كيتخلص علينا، وتصوروا ما كانش كيكسينا حتى بها. الحمد لله والشكر لله، وكنا ساكتين وحمد الله وشاكرينه وعايشين عادي. مهم بابا كان بخيل اقصى درجة، كان يتقدى لنا المصروف ديال الشهر حدو قدو داكشي اللي يكفانا، المصروف ديال الخضره واللحم ما يزيدكش عليه شي حاجه. يعني كان بخيل واحد البخل لا اله الا الله محمد رسول الله. ماما مسكينه كانت الا بغات تمشي غير عند شي حد دير معاه الصواب ما تلقاش باش. انا كنشوفها كتعذب الا بغات يجي عندنا عا شي حد وبغات شي حاجه زعما ديالها ما يعطيهاش الفلوس بصفه نهائيه، ولا باش تكسى ولا. قلت لي خليني نخرج نخدم، قال لي لا، هي الخدمه هي اللي ما تخدمش. وكان بخيل، تصوروا كان الحمام ما يعطيهاش فلوسه. والله انا عشت مع ماما شي حوايج خايبين. تصوروا العلاقه الجنسيه يديرها معاها، وفلوس الكيله المانع الحمل ما يعطيهاش باش تشريها. والله القسم جاب الله بعدا كبرات شويه، وصلت لواحد اللاج ومشات عليها الحيض بكري. المهم كنا كنعاني واحد المعاناه لا اله الا الله محمد رسول الله. ما حنا لا بغينا نخرجوا مع صحاباتنا ولا نتكساو شي كسوه زوينه ولا مستحيل داكشي. المهم كبرنا نهار على نهار، نهار على نهار، وحنا ما عجبناش داك الحال اللي حنا عايشين فيه. المهم مشات ايام جات ايام، مشاو اعوام، كبرنا، كبروا خوتي، انا بقيت مكمله قرايتي باللي كتب الله. وخا متطلباتي كانت بزاف، كان مثلا نشرى لك البسه هذه ما يعاودش يشري لك على واحد 6 شهور 7 شهور، ثالث من الشهر كاع يدور عليها العام عاد تفكرك تنبحي وتبكي وتغوتي يا ربي لا تفكرك. وخوتي كذلك مساكن. المهم خوتي كانوا كارهينه، واخا هو الوالد ديالي كانوا كارهينه. المهم مشات ايام جات ايام، واحد النهار ماما مرضات، نهار على نهار، نهار على نهار كتزاد الحاله ديالها، وما كانش كيعطيها باش تدوز، كيشوفها مريضه وما عطاش باش تدوز. واحد النهار زاد عليها الحال بزاف، صافي ما بقاتش قاده تنوض. مشات دوزات غير في سبيطار الحومه، قالوا لها ضروري تمشي لهاد السبيطار هذا اللي كبير، ديري الاشعه والراديو وداكشي. مني مشات مسكينه بعد عناء طويل عطاها باش مشات باش دير تحاليل وداكشي، لقات عندها ماما مسكينه السرطان. اش غنقول لكم، واحد الصدمه واحد الفزعه، واحد الحاله. اش نقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. هي الاب وهي الام، حنا بانا ما كان معوضنا والو، خاطر داك الدار اللي كنديرها لنا كنا مخبيين فيها، اما مصروف وراه كان بخيل واحد البخل. راه ما نقولش لكم كنا نضربوا خبز واتاي لا حل فيه الله يجيب لنا الزيت ولا يجيب لنا شي حاجه باش ندوزو الجميله. كل نهار عربي بعض المرات تلقاي حاجه وحاجه ما تلقايهاش. ويعني راه عنده ميسور موظف مع الدوله، وكان عنده واحد البقعه شاريها، وبخيل الفلوس كيخليها غير في البنك وما يمتعش بها ولادو وراسو. علاش ما عرفتش. المهم قلت لكم ماما لقات عندها السرطان مسكينه. ملي لقات عندها السرطان جات واحد الصدمه، لقات راسها فات فيها الفلوس. كون مشات بكري مني مرضات وبدات تحس بالالم، كون مشات كانت غادي على الاقل الدواء. هو السرطان تيبغي بدا تكتشف فيه بكري. من مشات لقات عندها سرطان مسكينه في الثدي. نهار على نهار حالتها كتسوء، نهار على نهار كدير هذوك الاشعه وداكشي، كتجي مريضه مسكينه. كنت كنمشي معاها نهار على نهار حالتها كانت تتزاد. من مورا واحد العام ولا
عام وشهرين وهي توفى الله يرحمها بعد معاناة طويلة مع المرض. ماما مسكينة من ماتت ماتت معاها كل حاجة زوينة، مات معاها الحب ومات معاها العطاء ومات معاها كل شيء كل شيء، أي حاجة زوينة ماتت معاها. الأم ما يعوضها حتى واحد، الأم ما يعوضها حتى واحد. وأنا كنعاود لكم قصتي أنا متأثرة علاش حقاش صاحبة القصة عاودتها ليا. كلنا عارفين مكانة الأم في أي دار. المهم مشات معاها كل حاجة زوينة، ومولات القصة تسمح ليا حقاش عاودتها ليا وهي كتبكي، والله كتبكي وأثرتني معاها. ومن بديت قلت لها ما نعاودهاش، ولاني من بديت تنعاودها ضروري ما غيتأثر ما غتأثر، حقاش عند الأم كتسالي كل كتوقف أي حاجة وكتسالي أي حاجة عند الأم. المهم قلت لكم مشات مع ميمتي كل حاجة زوينة، أي حاجة زوينة مشات مع ميمتي. مشى معاها الحب، مشى معاها العطاء، مشات معاها البركة، مشات معاها أي حاجة ليها لذة وأي حاجة ليها طعم مشات. ميمتي مشات، الدنيا ظلامت. كاينين خوتي صغر مني، الوالد ديالي واحد المعاملة كيعاملنا العيور تاعها. مهم مات ميمتي دفناها. كنت مقابلاها طوال داك المرض، كنت انا اللي معاها. كبرت قبل الوقت، حبست من قرايتي باش نبقى مع ماما نشوف ماما شنو خاصها. مشات فينا نمشيو كاملين وماتت ميمتي الله يرحمها. وليت في واحد الواقع صعيب، واحد الواقع ادها وامر. ميمتي مشات والله يرحمها. خوتي كاينين خوتي صغر مني، هما راه كبروا ماشي بقاو صغار، لاني مهم راه صغر مني انا الكبر منهم. جاو عماتي نهار اللي ماتت دار العشاء، عماتي محكمين فيه جيب 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 هادشي كلشي مجيبه، هادشي كلشي مجيبه نهار العشاء، هادشي كلشي مجيبه هادشي. المهم انا غير ساكته وتنشوف. دار العشاء المهم واحد 40 يوم وهما باقيين الدار عندنا عامره. من موراها صافي الدار بدات تتخوى. نصرو في الدار ولا تيقال تنقول ليه بابا تقدى، تيقول لي انا الكنازه وانا هادي ما بقاوش عندي الفلوس وانا هادي وانا هادي. كنلقى ما كنقول كندخل لبيتي وتنسد عليه تنقرد الذاكره لوراء ميمتي مسكينه شنو دات معاها. ميمتي مسكينه دات غير فقصه وهادي. المهم بحال هكا خوتي كنحاول ما نبينش لهم داكشي، وكنحاول نخليهم يقراو وما نبينش لهم شي حاجه خايبه، كنوفر لهم كلشي نطيب اللي كان. المهم نجي نعطيهم ياكلوا. خوتي ما كانوش شي وكاله بزاف، المهم غير كنصايب لهم غير ساندويش بالزرب اللبق هادي هادي ونعطيهم ياكلوا ويمشيو قرايتهم. المهم خوتي بغيتهم ما يتاثروش وما يشوفوش داكشي اللي شفت انا، وداكشي اللي طرا فعلا. بقيت غادا مع خوتي غادا داز واحد الشهرين ولا 3 شهور من مورا الموت ديال ماما. واحد النهار قالك بغا يتزوج. جاو عماتي تجمعوا كدا انا غنتزوج، انا شوفوا ليا انا باقي صغير، انا هادي. انا تنقول ليه قتلتي ماما وبغيتي تتزوج نهضك غادي ضرب فيا مالي انا امك درت ليها. امك جات انا وياها جات امك جات من العربيه وانا درت ليها، وانا امك اللي درت ليها وانا اللي فعلت ليها وانا اللي جات امك غير من العربيه وهادي. المهم شي هضره ما تقالش. انا بينت ليه بانني ما موافقاش، كنغوت كنبكي كان محروقه على مامتي وحارقني حتى هو. المهم خوتي بداو تصدموا بداو تيبكيو بداو تيغوتوا ما هضروش معاه اصلا. خوتي انا داك الطفوله اللي عيشنا كارهينها. المهم دازت واحد السيمانه جوج مشى جاب واحد السيده دخلها بقى عمرها ما تزوجات، عندها 32 عام. دخلها خدات بلاصه ماما باينه ليلة وضحاها دخلها صافي سكنات معانا. انا وياها تيقار ما كنهضر معاها مكسر معايا، واخا انا ما تقبلتهاش ما كتبش عليكم. ما كنهضرش مع بابا في نفس الدار وما كنهضرش معاه، مجلسيني غير خوتي ملي تكون طجيت لشي بلاصه. المهم جات السيده كتبومب علينا، باقا صغيره باقا صحيحه عمرها تصوروا ما تزوجات. داروا لها والدها جا والدها داروا لها 7 ايام عندنا وعادي بحال واخدها عنده 20 عام هي. المهم وليت كنلاحظ شي ملاحظات
غريبه عجيبه، عكس اللي كنت كنشوفو مع ماما الله يرحمها. السيد ولا يتقدى، ولا شمنك يا لحم، وشمنك يا دجاج، شمنك يا ديسير، شمنك يا مواد غذائيه، ولا يصرف واحد المصروف ما كاينش بحالو. الدروج عندنا كانوا مدلجين، شنا تجلجهم، كاع اللي خاصها تصلح في الدار صلحها، كاع اللي خاصها تفرش فرشها. بيت موينتي الله يرحمو خرجو وجاب لها بيت جديد. مهم شفت شي حوايج ضروني وألموني في قلبي بزاف. تمن الطونوبيل شراها، دوزات معنا واحد الشهرين، تمن الطونوبيل شراها ليها ولا يركبها ويخرجها. انا ما تقبلتش داكشي، عايشه على وديت خوتي. من تبغي تهضر معايا مالكي هضري فلانه هادي هضري، كنت نقولها ما كنهضرش، مشات لي غنهضر معاها. المهم عطيها ديك الوجه الاحمر ودوك العينين الحمرين عطيها. المهم بابا تغيرت المعامله ديالو، ولا حنين ولا طريف، ولا السيد ناض يعيش حياه جديده، والسيد ولا ينوض نشيط، ولا ينوض فرحان، ولا ينوض ضاحك، ولا ينوض نهار السبت ويتقطع ما يخلي ما يجيب. وحنا كندير معنا حدو قدو كلو بالقياس ديرو. شمنك يا ذهوبات شرا ليها. المهم تي مسكينه دات الفقصه ودات الغده ودات كانت لا بغات تكسينا خاصها دابز. هي راه ولا كيخرجها هو تيقول لنا ديال الله نكسيك وديال الله نخرجوا نهار لحد ما نقيلوش في الدار. وانا غير كنشوف خوتي شادين انتقارهم، ما عجبوش حال خوتي مسالمين. انا اللي عشت الامرين، عشت ميمتي شنو كان دايز عليها، وعشت مع السيده اللي خدا وشنو دوز عليها. مهم الخلاصه من هادشي كامل بقى واحد الحقد تجاه بابا، عمري ما نسامحو. حقاش ميمتي اللي ضربت معاه تماره، وميمتي اللي طلعاتو، وميمتي اللي وصلاتو وما قرش ليها بيه، ما كانش تعطيها حتى باش دوز، حتى باش تمشي للحمام، حتى باش تكسي شي واحد من خوتي ولا تكسينا. عاشت ميمتي مسكينه الفقر، وهذه اللي جاب معيشها اميره خاصها غير تامر. تصوروا النهار اللي تبغي تخمل تقول لها ما تخمليش، انا نجيب لك اللي تخمل. يجيب السيده ديال الميناج تتخمل وتضرب داكشي اللي ثقيل وتحك الجيكس وتهز الحوفه. ميمتي انا مسكينه كانت كلشي كديرو بيدها وما كانش كيرحمها. مهم علاقتي ببابا بقات متوتره، عمري ما قديت نسامحو. شحال من واحد جا كيدق الباب باش يخطبني كنت كنبغي علاش على وديت خوتي، كنت كنتسنى خوتي حتى يوصلوا لبلايصهم. وفعلا داكشي اللي طرا خوتي كل واحد شد طريقه، وانا بقيت تما بقيت كارهه الوضع، كارهه بابا وكارهه مرت بابا وكره حتى الحياه. دخلت في واحد الدوامه كبيره نتيجه داكشي اللي حسدته واللي خديته من عند بابا بالتعامل ديالو. علاش كان ميمتي مسكينه كان معيشه ديك العيشه، وملي جات وحده جديده دار لها غير داكشي اللي كانت ميمتي انا عايشه فيه. مهم قصتي بقات هكاك وحياتي بقات هكاك. ما عمري ما فكرت، صافي بقيت في داك البيت، ما عمري ما فكرت اني ندوز. بحال كرهت الحياه، وفعلا كرهت الحياه. ودابا راه في عمري شحال ماشي فاتني القطار الزواج، انا باقا صغيره، ولاني كنحس براسي انا من الداخل ديالي ومن داكشي اللي شفت كبرت قبل اللاج ديالي. خوتي كل واحد شد طريقه، وكل واحد خدم خدمته، وكاين اللي كيقرا كاين اللي خدم. وانا بقيت تما، بقيت في دارنا، بقيت كنشم ريحه الوالده الله يرحمها، كنشم ريحه دارنا اللي كبرت فيها. كنشوف بنادم، شوف سبحان الله، كنشوف التنافيق ديال بنادم كيفاش كان مع الوالده ديالو وكيفاش ولا مع الزوجه الجديده. مهم شخص تغير 180 درجه. قصتي بقات بحال هكاك، وقصتي بغيت نعاودها لكم. راه لا ثقه، شي نوع ديال الرجال راه لا ثقه فيه، وعمرك ما تثقي. داك البخيل راه غيجي مع شي وحده وغيعطيها كلشي. عمرك ما تقول هذاك بخيل، راه بخيل معاك انت. راه غادي يجي مع شي وحده اخرى وغيعطيها كلشي، راه كيتفقرمو غير على اللي بغاو. هنا قصتي سالات، قصه قديمه بحول الله.